معظم مشاريع إعمار النجف تخلو من العمل بثلاثة شفتات، والمواطن يترقب دور الأجهزة الحكومية. تلكؤ في أعمال مشاريع إعمار المحافظة وتأخر بالإنجاز وامتعاض لم يخفيه المواطن جراء معاناته مع المشاريع الخدمية، فالمواد المستخدمة على حالها منذ أيام كما يقولون. هذا هنا يعني تلكؤ كلش، وحتى اجت مرتين ثلاثه المهندسه المدنيه وحكيت عليهم طلعوا حادلات. عندك الحادله هنا ابو الحادله يشتغل بس منها الي هنا خلص هذا عمله ماشي من الصبح للظهر وصفت الحادله هنا قبالي. يجي المهندس يابا اكو اكثر الايام ماكو شغله هنا. اجا المهندس ايش قال له؟ يابا بس منا لهنا بس حرك لي اياها. الان احنا النجف ما شاء الله شوف كل الشوارع محفره، ماكو انجاز عمل، انما قد يكون كل مشروع ذابين به فد 4 5 عمال لازم لهم كراكه ويشتغلون اللي يقدرون يشتغلون عليه، ما شفنا فد اليات تشتغل بالشارع، انجاز عمل سريع. أصحاب المحال التجارية يواجهون صعوبة بالوصول إلى محالهم بسبب الأعمال في الشارع التي تأخرت لشهور، فالأعمال هنا قطعت أرزاقهم وهم ينتظرون انقضاءها لاستئناف العمل والاسترزاق. متوقف عملنا صار لنا تقريبا 9 أشهر، انا ما بايع ما مشتغل، يعني انا اجي هيك بصد في المحل اريد اغسل المحل ما اقدر. وهاك تشوف هذا الوضعيه مالت متر انا يعني عن الشارع العام. ايش وقت هذا ينجز، ايش وقت يكمل، ايش وقت يجي واحد من الشركه من القائمين على المشروع كمهندسين من قبل المحافظه مجلس المحافظه من قبل المسؤولين كلهم يجي يابا يشوف ليش ذولا متلكئين بالعمل. ويأمل المواطنون في النجف أن تحظى مشاريع الإعمار في محافظتهم بالقدر الكبير من المراقبة والمتابعة ليكون العمل متناسبا وأهمية النجف ورمزيتها. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.